بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وحبتي في الله. طبعا أنا بينت أني لن أنزل عن 12,000 استغفار يومي كما كان يفعل سيدنا أبو هريرة، وبينت السبب الحمد لله رب العالمين. لكن في سؤال مهم. أحد الإخوة والأخوات يسألوا يعني كم يأخذ من وقت هجوم الشياطين لينتهي؟ نعم، عندما تشرع في قراءة سورة البقرة والاستغفار بصير هناك معاكسات من باب الرؤى المزعجة، لربما تنمل وتعرق وتقيؤ وإسهال ونبضات ومشاكل في البيت، وكل هذه كل تغير جديد يطرأ عليك، نعم سببه هذه، لأنك أنت بدأت تحاربها في لزومك الاستغفار وقربك من الله أو بسورة البقرة. كم يأخذ من الوقت؟ جماعة لازم نفهم كلام، لازم نعرف كلام حقيقة، إن نعيش آية. الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، لماذا سحره الله؟ لماذا أذن الله لهذا السحر أن يصل للرسول؟ عشان يحرف الرسول عليه الصلاة والسلام ما معنى كلمة سحر، عشان يستشعر به، عشان يعرف شو معنى السحر. وإحنا الله جل في علاه بيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هاي كلام نقرأه في كتاب الله. إن الشيطان لا يجري في ابن آدم مجرى الدم، كلام نقرأه في أحاديث رسول الله. نعم، والشيطان توعدنا، والشيطان لآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشيطان كلمة والملائكة كلمة. هل رأيت الملائكة؟ لا. طيب قد تراهم في الرؤى، نعم، لكن حقيقة الشيطان وما يبينه الله عن الشيطان إنه عدو، وأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وإن الشيطان يجامع معنا، والشيطان يأكل معنا ويشرب معنا ويفعل الأفاعيل، وهذا الشيطان عدو كل همه أن يأخذك إلى جهنم. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله قال لك حاربوا. نعم، والله جل في علاه قال إنه يعني إن عبادي، قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ليش كل هذا الكلام مقدمي؟ لازم تعيش تعرف شو معنى سحر، لازم تعرف شو معنى شيطان. ما بينفع انك انت تاكل وتشرب يعني مغموس في هذه الدنيا وانت لا تدري ان الشيطان غمسك فيها. لا تدري أن الشيطان يؤزك إلى أفلام الساقطة والإباحيات وإلى قطيعة الأرحام، ويكبر لك الموضوع. أي مشكلة صغيرة بيعملها جبل، وبكبر براسك وبنفخ براسك. هذا الشيطان، وانت بتظن انك انت عمال تاخذ قراراتك بنفسك. والله بقول لك والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب أول شيء لازم نعرف شو معنى الشيطان، فمنعيشه هاي المشاكل. عندما نقرأ سورة البقرة والاستغفار ونتقرب إلى الله بتصير هاي الأحلام المزعجة، بتصير تعرف والله جد في شيطان. أنا كنت أقرأها كلمة ومر عليها مر الكرام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هل أنت رأيت الدخان؟ يعني الرسول عليه السلام رأى الدخان. الرسول عليه السلام رأى الدخان عندما أسري به، لكن هل الصحابة رأوا الدخان؟ الدخان فوق طبقة الأوزون، الدخان ثم استوى للسماء وهي دخان، فهذه فوق الغلاف الجوي. لكنهم سبحان الله. وانت هل رأيت الشيطان؟ نعم، مع سورة البقرة والاستغفار سترى الشيطان، سترى أفعال الشيطان، سترى تحريض الشيطان، سترى ماذا يفعل بك الشيطان. والله جل في علاه عشان هيك ستحمله محمل الجد. لما انت بتفهم الموضوع إنه قيد إعداد، أنت قيد إعداد عشان تحارب الشيطان، ولا تمر مر الكرام، ولا تأذن لهذا السحر أن يعود إليك الذي عطل حياتك والعين والحسد وكل هذا. وتأخذ أذكار الصباح والمساء محمل الجد، وتأخذ أحاديث رسول الله التي تكلمت عن الشيطان والسحر وكل الآيات التي تتكلم عن السحر، تأخذها محمل الجد، لأنك عشتها واقع ملموس، لمستها بأيديك، لمستها، عشتها. نكل بك الشيطان، نعم، دمر حياتك، طلقك من زوجتك، ربما أبعدك عن كل خير، نعم، هكذا. فإحنا في مدرسة. الله علمنا الآن بعد كل هذا الذي حدث معنا، لما أنا بعرف حقيقة إنه عن جد في شيطان وأنا لازم أحاربه. لا كيف الشيطان ينمو ويكبر ويصير ضخم في ذنوبك. كلما اقترفت ذنوب أكبر كلما هو
يعني تطعمه فيكبر بالذنوب. كلما أطعته كلما صار أكبر وأكبر وتجبر. نعم. وكلما اقتربت إلى الله وبدأ يتضاءل حتى وكأنه غير موجود. لكن عندما أنت تسكت عن ذكر الله يبدأ يعود للوسوسة. فإحنا نصل لمرحلة إن إحنا حقيقة لا يمكن، والله مستعد إني أحاجج كل الدنيا على إنه هناك شيطان وأن له أسحار والسحر يفعل كذا وكذا، والشيطان يلبس الإنسان ويأخذه يمنة ويسرى، ولربما الشياطين هي سبب كل هذه الحروب وهذه المتاهة التي نحن فيها. نعم. فقال قرينه ربنا ما أطغيته لكنه كان في ضلال بعيد، وأطغاه وأخذوا إلى التهلكة، ثم بالآخر يوم القيامة كفر به وقال له ربنا ما أطغيته. وقال قرينه، يعني قرينك من الشياطين، هو لا يموت لكنه يخنس عندما تكون ذاكر لله شاكرا لله، عندما تكون تعبد الله كما يحب الله ويرضى، فينطبق عليك قول المولى عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي سورة البقرة بالسحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لو اجتمعت كل السحرة وأنت ولي من أولياء الله، نعم، لذت بحمى الله جل في علاه، لن يستطيعوا عليك كلهم والله. فأنت أهم شيء أنك أنت تعرف أنه في سحر، في شيطان. الشيطان يعني كل همه في هذه الدنيا أن ينفذ إليك ويأخذك إلى جهنم، يطلقك من زوجتك، يخرب لك تجارتك، يخرب لك حياتك، يشككك في دينك، يأخذك إلى علوم الطاقة الكفرية، يأخذك بعيد بعيد بعيد. وأنت بسبب ذنوبك وبسبب إن الله أعطاك أدوات إنك تحمي حالك من هذا الشيطان، مثلا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. إن الشيطان يعقد على ابن آدم كل ليلة 3 عقد على قافيته. نعم. فإن قام من نومه وذكر الله فكت عقدة، وإن توضأ فكت عقدة الثانية، وإن صلى فكت العقدة الثالثة. ثم تاج الذكر لك فيه حرز من الشيطان. وسورة البقرة لا يدخل الشيطان بيت قرأت فيه سورة البقرة 3 أيام، ولك أذكار الصباح والمساء وهكذا. فأنت بدك تحمل الموضوع محمل الجد. الله يريدك عندما تفهم هذا الموضوع، عندما تفهم، مش متراخي. انت مش رايح تخلص، الشيطان يتربص بك كل يوم وكل ليلة، كل ليلة يعقد الشيطان. وذاك الذي ينام على صلاة الفجر مثلا يبول الشيطان في أذنيه. فالشيطان موجود، عالم سفلي، عالم موجود في كل، يتربص بك بالليل والنهار. هيك الله خلقه يتربص بك، عدوك. نعم. فخذه عدو. كيف يأخذ العدو؟ عدو يعني يفتح له البيت ويعطيه أن يأكل ويشرب، ثم إذا خلى في محارم الله ينتهكها، وهكذا يبتعد عن منهج الله، فسيصطاده الشيطان ويبقى بهذه الحالة. سيبقى بهذا الحال إنه إيش؟ يا ممسوس، يا مسحور، يا في عنده هلوسات في الليل، أحلام مزعجة. بس أنا وصلت الفكرة إنك أنت عشان الله ينهي وجود الشيطان في حياتك تقريبا، يعني عليك أن تتعلم. يعني أخذت الشهادة، يعني ذقت ما ذقت من ويلات الشيطان. كان الشيطان خفي مخرب بيتك، بيسلطك على زوجتك، بكرهك بأمك وأبوك، وانت تفكر حالك انت بتكره امك وابوك، وانت بتفكر انك انت بذيء اللسان، والشيطان هو الذي يفعل بك هذه الافاعيل. نعم. يوسوس لك عندك هذا ابوك ما بيحبك، بيحب اخوتك، وهكذا. وانت بتصير تكبر الامور في راسك. فهمت انك انت لما بتفهم الموضوع يرفع الله عنك هذا الشيء. ومتى يرفعه؟ لما انا امنت بالله إيمان قطعي إن هذا الشيطان يتربص بي ما أن أخرج من البيت وإذا هو يتربص بي. وعندي دعاء أقوله عند الخروج فأقوله، وعند النوم فأقول هذا الدعاء، وعند الأكل أسمي، وعند خلع الملابس أسمي، وكل هذه الأحاديث التي قال عنها رسول الله
وعند الجماع أسمي كما قال الرسول عليه السلام: إذا أتى أحدكم أهله فليقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فأنت هون بدأت تفهم، هنا يبدأ ينتهي تأثير هذا الشيطان لأنك فهمت الدرس، وبدأت تحمل أذكار الصباح والمساء والنوم والنفث. النفث على اليدين بقراءة الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات قبل النوم، وتنفث جسمك، تمسح جسمك. نعم، وبدأت تتوب وتعبد الله كما يحب الله ويرضى، ولا تشرك بالله بنسب فضل الله عليك لغير الله أو لنفسك. وبدأت تخلع هذا الرياء، والله ساقك من باب خير إلى باب خير آخر وعافاك عن الشيطان. في هذه اللحظة لما أنت خلص أقرت نفسك أن هناك شيطان وعلي أن أحاربه، فأنا لازم لأذكار الصباح والمساء بالليل والنهار. طبعا الأذكار اللي أنا ببعثها بتبقى كبيرة، لأنه في البداية بدنا كبيرة، وبالنهاية بعد العبادات بتنقص الأذكار، بتنقص. نعم، يعني وكأنه إحنا في حرب فنحتاج إلى 10 دبابات، مفهوم؟ فعندما تهدأ الحرب قليلا فأنا عن شان الحراسي بكفيني 5 بندقيات أو بندقيتين، مفهوم؟ لكن أنا بحرب لسه، فعلي أن أنظف، علي أن أكثر وأدخل هذه الحرب بقوة. أنا قوي، نعم قوي، متسلح بالله بأذكار الصباح والمساء، بسورة البقرة، بالاستغفار، بالتوبة، بالرجوع. عندما أعمل هذا كله وفهمت يا ربي، أنا فهمت شو معنى شيطان، أنا عشت مع الشيطان، أنا عشت إن الشيطان يتربص بي ويريدني أن أدخل إلى النار، وهو الذي كان يؤزني على زوجتي وعلى أولادي، وهو الذي يلا غير سيارتك خلص خلينا نغير، يلا روح جيب قرض ربوي، يلا بدل كل يوم أنت بمشروع جديد بربا مش بربا، وكأن المسرفين أخوان الشياطين وأنت منهم. فأنت فهمت خلاص، أنا بدأت أتوب إلى الله وأعبد الله وأراقب هذا الشيطان بابتعادي عن الذنوب. عندها سينتهي كل شيء، سينتهي كل شيء، لكن طبعا بمحافظة. إحنا نقرأ سورة البقرة يوميا بمحافظة. أنا أستغفر الله باليوم أقل شيء 12,000 مرة. أنا كنت أستغفر أقل، لكن أنا بينت لماذا رجعت لل 12,000، لأنه لازم يكون عندك سقف، وأنا بدي أخذ السقف تبع سيدنا أبو هريرة. أقل الاستغفار 12,000، وعيني يعني متوجهة إلى 30,000. نعم. وبالنسبة لسورة البقرة، عشان أنا أكنس كل أمخاط وأسحار والعيون والحسد الذي تراكم علي منذ الصغر، أنا بدي 4 مرات سورة البقرة. من أين هذا؟ من المجربات. أذن الله لنا وبيناه وقطفنا ثماره، ونزلنا قصص المستغفرين، قصص قراء سورة البقرة الذين قرأوا سنين طويلة مع سورة البقرة مرة واحدة، وعندما أخذوا 4 مرات كيف كنست كل هذا الهوى الذي في الصدر. نعم، كل هذا الهوى والشهوات والانبطاح تحت الشهوة وحب الدنيا وبيع الدين في عرض قليل من هذه الدنيا، سينتهي كل هذا ب4 مرات سورة البقرة. لربما يحتاج منا نتفاوت يا جماعة، لربما يحتاج منا 2 3 4. أنا أخذت سورة البقرة 4 مرات، لربما 1.5 شهر في 28/9/2019، ثم 1.5 شهر 3 مرات، لربما هكذا يعني كما أتذكر، ومرتين لربما 1.5 سنة، مرتين 1.5 سنة. بعد ذلك استقريت على مرة واحدة بعد ذلك إلى يومنا هذا، لكن كان عندي 10 أيام فيهن 5 مرات سورة البقرة. فكل مرحلة عشناها بيناها. فهناك حلقات لأخوكم محمد حجازي اسمها أقفال سورة البقرة 4. ممكن أنك تكتب على اليوتيوب محمد حجازي وسورة البقرة، أقفال سورة البقرة 4، وثم القفل الأول، بعدين القفل الثاني، بعدين القفل الثالث، بعدين القفل الرابع. وخلاصة الأقفال 4 في هناك تقريبا لربما 30-40 درس عن أقفال سورة البقرة. اسمعهم كلهم خير. لن تنجو من هذه الدنيا بدون أن تكسر هذه الأقفال. هي مراحل جميلة جدا في حياتك، بتشوف التغيير، بتشوف القرب، بتشوف ما لم يعلموك إياه.
سيعلمك الله إياه. ما لم يعلمك إياه المشايخ سيعلمك الله إياه في هذه ال4 مرات سورة البقرة. سترى كيف أن لسورة البقرة أفعال، أنت تقرأ وهي تفعل بفضل الله. نعم، إلها أفعال بكنس كل الضلالات التي في رأسك. نعم، كل شيء أنهكك الشيطان فيه ستكنسه سورة البقرة إن شاء الله من فضل الله، والحمد لله رب العالمين. وهكذا إحنا نصل إلى بر الأمان مراقبين لله. نعم، عندما نخلص من الشيطان سنكون مراقبين لله، لأن سورة البقرة هي البصيرة، وستعظم الدم في قلبك عشان تخاف. ستنمي الوازع. الوازع هو الوازع الإيماني الداخلي الذي بخوفك من الله. بخوفك من الله يعني بخليك أنت مراقب لله. لا لا لا، حرام، هذا حرام، أعوذ بالله. مش فقط القتل حرام والزنا حرام، نعم، إني أتكلم بكلمة فيها غيبة ونميمة كمان هاي حرام. بإني أنا مزاحي كله ساقط، هذا كمان حرام. نعم، السب والشتم حرام، أكل الحقوق حرام. ستراقب نفسك جيدا جيدا جيدا، وبالآخر لن تنسب فضل الله عليك لنفسك. سينتهي هذا الرياء والأنا. ويعني لماذا تشهر مسبحتك؟ عندما تقرأ سورة البقرة ستشهر مسبحتك وتقول كل حرف فعلته في اليوم، ولا يوجد في قلبك من الرياء شيء، ولا أن يكون من الرياء شيء. سيكون كل كلامك من باب النصح، من باب بلغوا عني ولو آية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل كلامك سيتغير وستكون ما شاء الله عليك. نعم، فيا إخوتي، أن نعيش مع هذه الشياطين وأن نعرف ما معنى الشياطين وهجوم الشياطين، هذا درس في الحياة عليك أن تعرفه. في ناس بتموت بتعرفش وتخلص إلى جهنم والعياذ بالله. بالآخر يخلص إلى جهنم، يخلص متشككا في وجود الله، يخلص متشككا غير راض عن الله، غير راض عن رزقه، ليس راض ولا بأي حال من الأحوال. صلاته جوفاء، يسب ويشتم، يموت ظالم لنفسه ظالم لغيره. نعم، بسبب ماذا؟ لم يعرف الشيطان، لم يحارب الشيطان، لم يتخذ الشيطان عدو. وصلت؟ ما معنى إنك أنت هذه الهجومات التي تحصل معك إنها أنت قيد الإعداد أخي الكريم. عندما تفهم الدرس إن هناك فيش لك أصدقاء، هذا الشيطان لا يمكن أن يكون لك صديق، وهو الذي سيهلكك في الدنيا وفي الآخرة. نعم، احملوا هذا الكلام محمل الجد. تحصنوا بالليل والنهار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم. خذوا العبادة محمل الجد، وليس من باب أنا ماسك مسبحة. لا، أنا باستغفاري أحارب الشيطان، أنا في ذكري أحارب الشيطان، أرضي الله وأحارب الشيطان. نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، هي نافلة، لكنها عندما أكون أنا مذنب وأنا أقترف الذنوب فهي فريضة كفريضة الصلاة، وأشد من الصلاة أن أستغفر لذنوبي. أشد فريضة هي فريضة الاستغفار إذا أنا أسيء بالليل والنهار. لماذا؟ لأن الله جل في علاه قال أمرني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فأنا علي أن أستغفر، علي أن أستغفر، فهذا فرض، فريضة. أنا مش ملاك، أنا أخطئ بالليل والنهار، أنا أقترف الذنوب، لا أدري كم من الذنوب أقترف. فهناك ذنوب نعلمها وذنوب لا نعلمها، فعلينا أن نستغفر ونستغفر ونستغفر، وبالذات وبالتحديد في هذا الزمان، هذا الزمان الذي امتلأت فيه الموبايلات إباحيات. انغمست بناتنا مع الإباحيات، يعني أمراض، يعني سبحان الله، بناتنا أولادنا شبابنا نساء رجال كله غرق. نعم، يعني سمعت لربما يوما ما الشيخ راتب النابلسي تكلم عن هذا الموضوع، إنهم يعني حاولوا أن يعني يهزمونا في الكلمة فما استطاعوا، ولكن هزمونا في الصورة
عري، تكشف، مشاهير، ملايين، ملايير، سيارات فارهة، عقارات. هزمونا فبعنا الدين وبدأنا نلهث وراء علوم طاقة وكفرية. نعم كفرية والله، لا يأخذوك إلا لسراب. هذا الجاهل الذي يعلمك، لماذا يعلمك؟ خليه يقعد في جزيرة، وتكون الجزيرة كلها له إذا بيعرف يجذب الجزر لنفسه والمال والملايين لنفسه. ما شو عنده وقت إلك؟ هذا كله كذب، هذا كله دجل، فقط يريد شيطان. نعم، في شياطين من الإنس وشياطين من الجن يريد أن يخرجوك عن دينك. عشان هيك الله جل في علاه في سورة البقرة والاستغفار في آيات حسية. هذه الآيات الحسية منها محاربة الشيطان، وأن تشعر بالشيطان، وجود الشيطان، وإبطال أسحار الشيطان، وإبطال العيون والمس، وكل هذا بالاستغفار ولزوم الاستغفار. هذا كلها آيات حسية ستثبت دينك. وهذا الهوى الذي في راسك، وهذا الأز الذي في راسك، يعني يؤزك، يلا سيارة، يلا نسافر، يلا نروح نعمل كذا، يلا نغير تجارة، يلا نبدل، كل هذا كله سينتهي وستعبد الله عبادي طيبي كريمي، وأنت راضي وأنت مبسوط، ومش إهبل، مش إهبل. إحنا عندنا كثير من الهبل، كثير. نعم كثير من الهبل. نعم، لا يعرفوا كيف يعبدوا الله. جعلوا الصلاة هي الدين. والرسول عليه السلام يقول إنها كانت تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. والمفلس الذي فنت حسناته فأكبه الله في النار، صام وصلى وحج وزكى. الصلاة التي لا تنتهي في الأخلاق الطيبة الكريمة، أن تكون محب لمن حولك، هذه قد ضيعتها الصلاة. هذه لا صلاة، مش صلاة، هاي حركات، هاي جوفاء لا قيمة لها. نعم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. مفهوم الصلاة ضيعته بأنك تركع وتسجد، تركض وتسب وتشتم وتأكل الحقوق وتأخذ الربا، وبآخر الليل عليك فيلم إباحي، لربما 10 أفلام حتى لا تستطيع ترك هذا الأمر. صح؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. مضمون الصلاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يحبها الله، الصلاة التي تحببك في جارك المصلي، مش تتقاتل أنت وجارك المصلي. في ناس بتصلي بجنب بعض لا يتكلموا سنين ولا يعرفوا بعضهم البعض. بتفوت على المسجد وإنك فايت على، كأنك فايت على مقبرة، قابر الناس، قابر نص البلد. والله يا جماعة، بتفوت على المسجد كأنك أنت غريب أو متهم بشيء. هكذا كل واحد متهم الثاني بشيء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو كل ما ترى عيناك وتسمع أذنيك من هذا، ستروا من بعد اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف، المفاهيم مش مضبوطة، الأمور غير صحيحة. نعم، سببتها هذه الذنوب، سببتها الشياطين التي أنت ما أخذت محمل الجد أن تحاربها. فأنت اليوم الحمد لله رب العالمين أخذت الأمر محمل الجد، فإن شاء الله ستستقيم صلاتك واستقيم عبادتك، وستعبد الله كما يحب الله ويرضى، ولن يؤزك الشيطان أزا، وستحاربه. وعندما تحاربه وتأخذ الأمر محمل الجد، أنت شطارتك كلما أخذت الأذكار الصباح والمساء واقتربت بالذكر أكثر وأكثر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصري الذي يبصر به، ويديه التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأعيذنه. سيعيذك الله من شرورهم. وصلت إنك أنت كم من الوقت يأخذ منك؟ أنت في مدرسة يا عمي، أنت في مدرسة. لما بتروح تتدرب في الجيش كمان بيدربوك، ما بفوتوك على الجيش وخلص، في تدريب. ولما تروح على الطب في تدريب، ولما بدك تتعلم الصلاة في تدريب، ولما بدك تقوم الليل في كله هذا إعداد، أنت في إعداد. فأبشر أخي، كلما اقتربت إلى الله كلما هانت، وستأخذ الشهادة بأنك بالآخر ولي من أولياء الله، وليس ولي من أولياء الشيطان. إحنا بين اثنين لا ثالث لهم، ولي مطيع لله منفذ لكل أوامر الله، وولي للشيطان ينفذ كل أوامر الشيطان.
وبالآخر يقول لك الشيطان: ربنا ما أطغيته ولكنه كان في ضلال بعيد. يا إهبل، يا إهبل، لما بيسوقك الشيطان هنا وهناك سيأخذك إلى جهنم وتظن أنك سيد الموقف، وتظن أنك أنت سيد الموقف. والله ستكتشف أمور عظيمة مع سورة البقرة 4 مرات. ستكتشف أنك كنت لا إله إلا الله، فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. بدأت تنظر ترى. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله بيفتح بصيرتك، الله بيعطيك الحكمة، الله بيعلمك، الله بيفهمك، الله بيفتح عليك فتوح ما كنت تعلمها ولا كنت تصدقها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد العارفين، حمد عباده الشاكرين. اللهم يا رب لك الحمد على هذه النعم، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يا رب لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. يا رب صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعدنا فيها يا رب العالمين، وتبصرنا فيها في عيوبنا، وتأخذ بأيدينا ربنا إلى أن نتوب من كل هذه الذنوب. اللهم حبب إلينا التوبة والرجوع والعودة إليك يا رب العالمين. نعبدك كما تريد ونحبك كما تريد يا رب العالمين، ونحب رسولك وأوليائك الصالحين، ونبغض ما تبغض ونكره ما تكره يا رب. نسألك ربنا اللطف بنا، وأن تبصرنا في عيوبنا يا الله، وأن تحببنا في التوبة والرجوع إليك، وأن تجعلنا سببا في نهوض هذه الأمة. نعم، وأن تجعل بلغوا عني ولو آية، تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وتصل إلى علمائنا، وتصل إلى مشايخنا، ولكل صاحب منبر أن يعيش آية حتى تفتح الله أنت يا ربي عليه فيجد ما وجدنا من الاستغفار. ومن سورة البقرة، نعم، الاستغفار وسورة البقرة فيها التوحيد الذي علم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 13 عام. أصحابه علمهم التوحيد. هذا ليس زمان الأوراد، هذا ليس زمان، هذا زمان توب توب توب. اخرج من هذا الذل بالتوبة والرجوع ولزوم الاستغفار بالليل والنهار. نتوب إلى الله، نجأر إلى الله بالتوبة. نعم، نستغفر الله، نستغفر ونكثر 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 ونطرق باب الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هكذا لازم تعيش، تعرف أنك أنت تطرق باب الله في هذا الاستغفار. نعم، وترجو من الله جل في علاه أن يحقق الله كل وعوده التي كتبها في كتابه أو على لسان رسوله نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكل الوعود التي وعد فيها المستغفر: التمكين، المال، الرزق، الصحة، القوة، الفهم، العلم، كل هذا. والحمد لله رب العالمين. نعم، إنها آية حسية تبدأ ثمارها من باب هذه الهجمات الشياطين، وتخلص في أرزاق وعلم ونور ولن تتراخى. لأنما كلما تراخيت يا إما يهجم عليك شيطان في كابوس في النوم فتعود إلى الله مسرعا، وإما يهجم عليك مرض كان قد شفاك الله بسبب استغفارك، أو لربما دين الله قضاه عنك فأنت بدأت تتراخى فبدأت تعود الديون. فأنا الآن مبصر الحمد لله. المدة لن تطول، فالأمور إن شاء الله على خير إذا أنت مع الله وتركت، تستطيع تترك الغيبة والنميمة وتشغل حالك في أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اليوم أنا رجعت على مسابحي كلها وأزلت الزر، هذا الزر الذي يطفئ المسبحة عندما ضعها في جيبي. شوف كم هذا، طيب 6600 وإحنا بعدنا بالنهار. بالأول كنت لربما في وقت من الشكل 1000 1200. طيب بس همي، بس نية، لما بتعمل نية الله بيعطيك. وسورة البقرة 4 مرات هي كأنها مرة ونصف لما بيعطيك الله الهمة. اسأل الله الهمة وأقبل على الله وسينتهي كل شيء. هجوم الشياطين سينتهي عندما تكون قد أعدك الله للمرحلة القادمة، مرحلة أنك تتكلم مش تعيش عيشة الراقي
مع المريض المسحور. الراقي يعيش مع المسحور وهو لا يعلم أن الذنب هذا إذا لم يترك هذا الذنب لن يستطيع أن يخرج شيء. الراقي سيفر الشيطان من هنا ويعود من هنا. ليش؟ لأن الله الذي سلطه. هذه مشكلة الرقاة. مشكلة الرقاة إنهم يريدوا أن يطردوا الشيطان ولا يعالجوا المرض من أصله. إنه الشيطان الذي استقوى على المريض بسبب ذنوبه. عندما نتوب من الذنوب سيفر الشيطان، ما إله خبز عنا. مفهوم؟ ناس تفر إلى علوم الطاقة، ناس تفر إلى الراقي، ناس هكذا. لكن إذا أنت حملت محمل الجد وجففت منابع ألا وهي الذنوب، وبينا أذكار الصباح والمساء وسورة البقرة والاستغفار، نعم، والذكر الكثير، سيفر الشيطان. ما في له عندك خبز عندما تقرأ دعاء الدخول على البيت والدخول على الحمام والخلع الملابس والجماع وتسمي على أكله، خلاص راح، ما لش شيء عندك. لا مبيت لنا اليوم. عندما تدخل وتسمي وتسلم على أهل البيت، لا يقول الشيطان لا مبيت لنا اليوم هنا ولا طعام لنا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمدة تتفاوت بيننا، كلما تعلمنا أكثر وأخذنا الأمور محمل الجد أكثر كلما انتهت. لكن لازم نعيشها. المرأة لازم لما بتخلف يكون عندها المخاض وألام المخاض ووجع المخاض، ولو عملت شو عملت، لو كانت بيجي أخف، صح، بيجي أخف وبيجي أصعب، لكن في مخاض وانت بدك تفوت على المخاض. مخاض معرفة هذا الشيطان وشره وكيف تتقيه. وصلت؟ لكننا نتفاوت وإن شاء الله لن تطول، وأنت المنتصر لما أنت بتتوكل على الله. كيف أتوكل على الله؟ مش بالكلام، بترك الذنوب والإقبال على الله واللوذ بحمى الله. نعم، ما بينفع اني انا اكون لازلت عاصي قاعد على المسلسلات والغيبة والنميمة والإباحيات والسقطات وكل هذا. أنا متوكل عليك يا رب، والله سيسلطهم عليك الله أشد من واحد عادي. يلا شد حالك، فهمت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.